صوتنا كان واحد، قلبنا جامد. السلام عليكم. بعد الحمد لله ما عدينا من كل الحاجات اللي فاتت، مالي وغندا وغانا والمغرب وبوركينا لا مؤاخذه فاسو، فاضل لنا على كاس افريقيا خطوه واحده. النهارده الماتش النهائي بين مصر والكاميرون. هقول لك على شويه نصايح مهمه قبل الماتش. اولا ما تتفرجش مع حد من اهلك، انت عارف ان ده ماتش ومعظمنا يعني ما بيعرفش ان هو يمسك نفسه، فممكن تلاقي كلمه من هنا كلمه من هنا، يلعب مش عارف ايه ابوك يا اخي مش عارف، امك وابوك قاعدين، انت هتلاقي حاجات بتتحدف في وشك، شباشب بقى في وشك لا مؤاخذه. فانت ممكن تلاقي حاجات بتتحدف في وشك، مثلا قلم على قفاك، حاجات بقى من اللي قلبك يحبها. فحرصا على كرامتك وحرصا على سلامتك تتفرجش مع حد من اهلك. طيب لو انت راجل بقى زي حالاتنا كده اللي هو ما عندكش نت كويس قوي، او مثلا ابوك مش فبتتفرج في كافيه عادي. فلو بتتفرج في كافيه يستحسن تاخد معاك عدد واحد تيشيرت مصر لا يزيد ثمنه عن 50 جنيه زي ده، زائد واحد علم مصر، واخد بالك، حجم صغير ماشي او حجم كبير. ممكن بقى ايه، مثلا ممكن ترسم على وشك علم مصر، هتبقى مسخره. 2 ما لا يقل عن 25 جنيه، عشان اقل طلب في اي كافيه بيبقى ب20 10. 3 عدد من 5 ل7 اصحابك، مع الحرص ان انت تقعد في النص لكي تتفادى شر الحاج اللي هو اللي عامل فيها جوزيه مورينو، ربنا يكفيك شره يا رب، يقعد يفتي كده ولو قعدت جنبه اللي هو هيتعب لك اعصابك، نزل مش عارف مين، طلع مش عارف مين، وكان المفروض يلعبها بيمين ولعبها بشماله، كوبر ده ما بيفهمش اي حاجه في البطيخ، وعينات بقى من النوعيه الحقيره دي. الاستاذ حسام الحضري قافل جونه، صدقني انا بالجن والعفاريت، صدقني. جامايكا. 4 بقى ايه، الالتزام بالتواجد في الكافيه قبل ميعاد المباراة على الأقل ب4 ساعات. لو عايز مكان قدام التلفزيون عشان نظرك ضعيف زي حالاتي، انزل قبلها ب3 أيام. جامايكا. جامايكا. ثالثا بقى احترس من ان انت تبقى قاعد في مكان متواجد فيه بنات. ليه؟ لان انت هتسمع كلام مش هيعجبك خالص، هتلاقي قلش على حاجات ما ممكن تفصلك اصلا من جو الماتش. يعني انت بتبقى قاعد اللي هو تشل ومع اللعيب كده والعب يا راجل وحاجات كده، انت بتبقى قاعد من جواك دنيا صعبه، واذ فجاه تسمع واحده بتقول لك اسمه ورده ورده الغير تنتررر تنتن، الله يلعن. بيقعدوا يتريقوا على حاجات غريبه كده ما يتريقش عليها. فيستحسن ما تقعدش في مكان يكون فيه بنات، خليك كده في مجتمع ذكوري عشان الدنيا تبقى سخنه كده. فحفاظا على صحتك وحفاظا على سلامتك ابعد عن اي مكان يكون فيه بنات. رابعا ان شاء الله رب العالمين لو كسبنا وانت بتفرح، بص انا مش معترض على فرحتك والله، بس ممكن تبص قدامك ووراك، بيبقى في ناس قاعده، بيبقى في ناس حواليك، فانت اللي هو هي ممكن تصفي عين حد، هي الله يخليك، فانت ايه ما تفرحش زياده على حساب صحه غيرك، حرام عليك. وان شاء الله ربنا يسترها معانا ان شاء الله، عشان احنا غلابه والله، ماشيين بنور الله من الاول اصلا، يعني احنا ماشيين بنور الله، فان شاء الله خير. خامسا بقى عايز اشكر الناس اللي تعبت معانا الفتره اللي فاتت دي طول ما احنا في الجابون. هذا اعلان غير مدفوع، انا عايز اشكر شركه بيبسي على الازايز الجميله، اي نعم في ارقام مطبوعه غلط بس مفيش مشاكل، الناس تعبت وتستحق كل تقدير. بس بالمناسبه انا ماسك رمضان عشان انا حاسس ان رمضان هيجيب جون ان شاء الله، او هيعمل حاجه حلوه ان شاء الله. مش بس كده، انا بشكر بيبسي كمان على الاغنيه اللي عملتها، لان والله العظيم اغنيه جميله جدا، وانصح كل واحد ان هو قبل ما يروح الماتش ان شاء الله يسمع الاغنيه بتاع بيبسي. صوتنا كان واحد، قلبنا جامد. ثانيا انا احب اشكر كوكاكولا عشان عملت برضو الازازه بتاعتها، واخد بالك، لان كوكاكولا الفتره اللي فاتت قالت انها تنزل توزع تيشيرتات في كل المحافظات، اي نعم هي ما وزعتش غير في القاهره بس يعني كل الشكر كل الشكر. وعملت اعلان برضو الشركه يعني